السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كيف الحال؟ هانئا للمنتخب الوطني المغربي بالتأهل إلى مونديال 2026 الذي سيكون ثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك. فالعناصر الوطنية قدمت مستوى جيد في هذه المباراة وسيطرت بالطول والعرض على أطول المباراة. صحيح أن منتخب النيجر ليس بذلك المنتخب القوي، الشيء الذي سهل يمكن مأمورية المنتخب الوطني المغربي هو الطرد المبكر الذي تعرض له لاعب منتخب النيجر. فقناة فرنسية تكلمت على تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى مونديال كأول منتخب إفريقي وعربي يحصد هذا الإنجاز. فنشوفوا الإخواني التقرير ولنعود بحوله. سفيان الرشيدي في لقاء له مع الناخب الوطني وليد الركراكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية المباراة بفوز مستحق للفريق الوطني 5 أهداف مقابل لا شيء، تأهل لكأس العالم. وليد يمكن إلى نقولوا فيليسيتاسيون، ألف مبروك، تأهل آخر بالنسبة لك، بالنسبة لكرة القدم الوطنية لكأس العالم. الحمد لله. اش غنقول لك، بحال اللي كتبنا كنا يصعبنا في وجده، كنا مكاليفيي، عقلتو كنت مقلق شويه، كنت كنقول ما كنفرحوش على لا كاليفيكاسيون. بحال اللي الله جابها لنا في مولاي عبد الله، باغي تكون اون فات تاعنا. المغرب يستاهل. شفتوا هاد الستاد، شفتوا هاد الجمهور، اللعابه تبارك الله عليهم. استاد الرباح ماركينا الاهداف، واخا ماشي سهله ملي من بعد كتلعب ضد 10 كاين لي زيسباس تاع الدراري لعبوا، يمكن جراو تا هما في الكوتي اتليتيك. سي الديبي دو لا سيزون، اللي مهم هي دخلنا في هاد الستاد بالرباح، وهذا الشيء اللي كان مهم. اكيد انك لعبتي فيه كلاعب، اليوم كتلعب فيه كمدرب. الفرحه فرحتين، الفرحه ديال هذا لو بو ستاد والفرحه ديال تاهل لا كوب دي موند، اكيد شي حاجه كبيره بالنسبه لكم. والحمد لله كتحلم ديما كمغربي تاهل الفرقه ديالك في كاس العالم. دابا دارت، دابا نكونسونطراو في لا كوب دافريك، هذه المهمه. عندنا ماتش في زامبيا دابا، بغينا نساليوها لا كاليفيكاسيون غير بدي فيكتوار، ما غاديش تكون سهله. يمكن غنخلي شي دراري يرتاحوا بحال اشراف، لعب علين بليسي، لعب 90 دقائق، برافو كابيتان باش يضرب يمكن 20 سوايع في يومين. عندنا كوب دافريك اللي جاي، غنشوفوا واش خصو يرتاح، شي دراري يرتاحوا، نحتاو الفرصه لشي واحدين ونمشيو باش نربحوا ليه، باش نسالوا لي كاليفيكاسيون انفانكو ان شاء الله. وليد كان دي غرون ساتيسفاكسيون. نيل عناوي لو بروميير ماتش كان مزيان، لاكس سونترال ديال ليكيب ناسيونال اليوم كان بوزيتيف في لا جيستيون دو جو. كيف شفتي هاد لي دو بوان هادو؟ بحال اللي قلتي، ماسينا تا هو دخل مزيان. عندنا نايل الماتش الاول ديالو ما كانش ساهله باش تدخل مع هاد الفرقه، دخل وورا لا بيرسوناليتي ديالو، عنده ان ستيل اخر. يمكن يا كو لي كونيسور ديال الكره اللي بصح غيشوفوا، سي ان ترافايور دو لومبر تري تكنيك، كيجري، كينحطينا ديك ليكيليبر. وعندنا لا كونكورونس بحال اللي قلت لكم مور لا كوب دي موند 2022، كنت قلتها كان خصنا واحد ليفيكتيف اللي يكون كبير باش ندابزو مع الكبارين. دابا شفتوا لي شونجمون، كاين في لو بون يمكن دي تيتولير، كاين دي رومبلاسون اللي كيبداو، دي تيتولير. بحال اللي قلت لهم حنا عائله واحده اللي طالع ديما، وعندنا لو شوا، هادشي المهم. السؤال الاخراني وليد، الماتش ديال لوفرتور ديال لا كوب دافريك ولا فينال غتكون في هذا لو ستاد، راكم موجودين لا كوب دافريك دي ناسيون اللي غتلعب من هنا لكيلكو موا. وما قراناش، احنا موجودين، احنا غاديين بالرباح بالحق. بحال اللي قلت الماتشات ما غاديش يكونوا ساهلين، بحال هذا الماتش اليوم تا خرجوا بحمراء باش تكون عندنا لي زيسباس ما غاديش يكونوا. غنحتاجوا واحد الجمهور اللي غيعرف، غنتعذبوا. تبارك الله عليك. خصنا واحد الجمهور اللي غيجي غيعرف، غنتعذبوا يمكن حتى الدقيقه الاخريه بالحق يبقاو مع هاد اللعابه. عندنا بزاف دراري الشبان، كومبيتيسيون اللي في الدار اللي ماشي سهله في لو كوتي ايموسيونيل، خصنا نتعاونوا باش نجيبوها. بحال اللي قلتها ماشي ركراكي اللي غيجيبها، ماشي اللاعبين كاملين المغاربه غنجيبوها ان شاء الله مجموعين. تبارك الله عليك وليد، ميرسي بوكو خويا، بارك الله فيك. كان معنا الناخب الوطني وليد الركراكي. ونعود إلى الشأن المغربي وفوز أو تأهل المنتخب المغربي. معنا من طنجة في شمال المغرب السيد فؤاد حناوي، الصحفي المختص في الرياضة. أهلا بك سيد فؤاد حناوي. بداية، ما الذي يستفيد منه منتخب المغرب من حجز أول بطاقة أفريقية؟ بالفعل هما يعني عصافير كثيرة ضربها بضربة واحدة المنتخب المغربي في هذه الليلة الخالدة هناك في الملعب الجديد، الملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، بهذا الفوز الساحق. 5 إصابات ل0 في هذه الليلة الخالدة، نقول لأنها شكلت افتتاحا لهذه المعلمة وهذه الجوهرة
المتمثلة في الملعب الجديد لمدينة الرباط، المركب الرياضي مولاي عبد الله، الذي احتضن أول مباراة بعدما تم تشييده من جديد في ظرف قياسي. وبالتالي فالليلة شكلت احتفالا أولا بحضور جماهيري غفير أثبت مدرجات هذا المركب الجديد، وبالتالي هذا الفوز بخماسية الذي أمن من خلاله المنتخب المغربي بطاقة الترشح للمونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد 2018 و2022. هم أسود الأطلس يصلون للمونديال القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. المنتخب المغربي الذي قدم عرضا قويا 5 إصابات ل0 مع بعض التغييرات في التركيبة البشرية بإقحام للاعب جديد وهو نايل العيناوي لاعب نادي روما، وايضا باول هدف في هذا المركب سجله اللاعب اسماعيل السيباري الذي بصم على ثنائيه. المنتخب المغربي والناخب المغربي الذي طمأن نوعا ما الجماهير المغربيه التي كانت قد انتقدت اداء المنتخب في اللقاءات الوديه الاخيره لشهر يونيو الماضي، وبالتالي المنتخب المغربي كما ذكرت يحجز بطاقه التاهل، اول منتخب افريقي. اذا سيد حناوي الان هل بات مؤكدا ان المغرب سيلعب كأسي العالم المقبلين، يعني في العام المقبل ثم عام 2030؟ بالفعل، لأن كما تعلمون المنتخب أو المغرب سيحتضن نهائيات كأس العالم 2030، وبالتالي فالمغرب متأكد من المشاركة في 4 نسخات متتالية من كأس العالم. المغرب يصل المونديال للمرة السابعة في مشواره الكروي، وبالتالي فهذا سيمنح هامشا من المناورة للناخب المغربي وليد الركراكي لاستغلال اللقاءات القادمة الرسمية منها أو الإعدادية. هناك لقاء رسمي يعني بعد 3 أيام في زامبيا في إطار هذه التصفيات المؤدية لكأس العالم، ثم بعد ذلك شهر أكتوبر الماضي لقاء أمام الكونغو، ثم مباراة ودية قبل العرس الكبير هنا في المغرب قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي تعتبر التحدي الأكبر بالنسبة للمنتخب المغربي الذي لم يحرز هذا اللقب، لقب كأس إفريقيا، منذ 49 عاما. بالإضافة لملاحظاتك على اللعب، ما هي ملاحظاتك على استقبال الجمهور أيضا في الملعب الجديد مولاي عبد الله الذي تم تدشينه أمس؟ نعم، يعني هو الجمهور كما هي العادة وفي السنوات الأخيرة هناك إقبال كبير على مباريات المنتخب المغربي في كل المدن التي خاض فيها لقاءات، سواء في وجدة أو في فاس أو مساء اليوم في الرباط. التذاكر التي تم طرحها للبيع بالنسبة لهذه المباراة قد تم بيعها في ظرف أقل من 24 سنة، والطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى حوالي 68,000 يعني من الحضور من الجماهير. فبالتالي لاحظنا تعبئة كبيرة من قبل الجماهير المغربية التي بادرت لاقتناء التذاكر. الجمهور المغربي الذي حضر من مختلف المدن المغربية، من الشمال، من الشرق، من الجنوب، بل حتى أيضا من قبل الجالية المغربية المقيمة في الخارج. هناك من يعني تحمل عبء التنقل من فرنسا، من إسبانيا، لحضور هذه المواجهة. شكرا جزيلا لك سيد فؤاد حناوي، صحفي المختص في الشأن الرياضي، كنت معنا من طنجة شمال المغرب. حجز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تذكرة العبور إلى نهائيات مونديال 2026 التي ستجرى أطوارها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب تفوقه على نظيره من النيجر بنتيجة 5 أهداف ل0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة السابعة من التصفية الإفريقية. وسجل أهداف المنتخب الوطني المغربي إسماعيل الصيباري وأيوب الكعبي وحمزة إيجامان وعزدين أناحي. وعقب هذا الفوز عزز المنتخب الوطني المغربي الذي ضمن تأهله قبل جولتين من نهاية التصفيات موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، يليه منتخب تنزانيا ب10 نقاط
وزامبيا والنيجر ب6 نقاط والكونغو بنقطة واحدة. ويمثل مونديال 2026 الظهور السابع للمغرب في المراحل النهائية من كأس العالم ومشاركته الثالثة على التوالي بعد أعوام 1970 1986 1998 1994 2018 و2022. كل ما وفرته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تجهيزات مهمة على أعلى مستوى. كاميرات 27 كاميرا ستعمل على تغطية كل كبيرة وصغيرة لهذه المباراة الكبيرة جدا. نعم، يعني آخر ما كاين في السوق. ونقدروا نقولوا أخ مراد بوجهنا أحمر بأن التيران ديال مولاي عبد الله ولا نقدروا نحطوه في لو ميم بيديستال كو ويمبلي سانتياغو برنابيو باسكو سي ان تيران اللي تقريبا كنظن ما خلاو. هذه الكاميرا العنكبوتية هذه صورة يعني ما بقات حتى حاجة صور من ما يعرف على سبيدر كام. تبارك الله مفخرة. شويه ديال الكره شويه ديال التقنيات، خصنا نعرفوا التجهيزات اللي وفرتها الشركه الوطنيه للإذاعة والتلفزة لنقل هذه المباراه. هذا كيبشر بالخير باسكو حنا مقبلين على كوب دافريك، مقبلين على كاس بان خصنا نكونوا في هذا لو نيفو. دونك انا كنقول انا ديما وليت كنقول في هذه الايامات الاخرى ونيفو ديال لورغانيزاسيون ولا كما كنقولوا سكوندير بالنسبه للمغرب، ولينا ريفيرونسيال. دونك كما كنقولوا حنا سعداء وفخورين بهذا المستوى اللي وصلنا له او نيفو ديال لورغانيزاسيون. ما غنفلتوا حتى شي لقطه خليل ان شاء الله ان شاء الله من خلال توزيع الكاميرات على ملعب الامير مولاي عبد الله كما قلت. كان هذا اخواني التقرير ديال قناه فريانسي حول تاهل المنتخب الوطني المغربي الى مونديال 2026. كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. صحيح كما قلت ان الاداء كان جيد، لكن منتخب النيجر ليس بذلك المنتخب الذي يمكن ان تبني عليه قناعات وان لديك منتخب قوي، فيجب الاحتكاك مثلا بين كوت ديفوار، نيجيريا، السنغال، مصر، الجزائر وتونس. فهذه منتخبات من عمالقه القاره السمراء. كذلك الشيء الجيد هو التحفه المعماريه التي يجب الحفاظ عليها وهو مركب الرباط الكبير. فكنتمنى ان الفيديو كنا العجب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.